السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم هذا الكيك. الحقيقه هذا الكيك كيجي رائع جدا شكلا ومذاقا. بالنسبه لهذا الكيك هو عباره عن 3 طبقات، طبقه من الكيك وطبقه من الكريمه والطبقه الاخيره اللي هي غاناش وشوكولا. مكونات ديالو بسيطه بزاف، بدون جيلاتين، بدون فلون، بدون كريمه، والنتيجه كما كتشوفوا قدامكم شي حاجه اللي زوينه بزاف. انا متاكده الا كنتم من عشاق الكيك ديال الشوكولا والمذاق ديال الشوكولا فاكيد هذا الكيك غينال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديالو. اذا اول حاجه غادي نحضر هي الطبقه الاولى، وهي عباره عن كيك بالشوكولا اللي غادي نحتاجو فيها 100 غرام من سكر حبيبات، 80 مليلتر من الزيت النباتيه، 100 مليلتر من الحليب، بيضه واحده، 120 غرام من الدقيق الابيض، 10 غرام من الكاكاو المر، رشه ملح، سكر بنكهه الفانيلا ما يعادل 7.5 غرام، وكيس من خميرة الحلويات أو البيكين باودر ما يعادل 8 غرام. بالنسبة للمقادير غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف بكأس العنبة وبالغرام. إذن في واحد الإناء غادي نوضع البيض، ودائما البيض وجميع المكونات خصهم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. كنضيف ليه السكر، رشة ملح، والسكر بنكهة الفانيلا. كنخدموا كل شيء بالخلاط الكهربائي، وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش الخلاط الكهربائي غادي يخدموا بالخلاط ديال العصير. كنوضعوا المكونات كلها في الخلاط ديال العصير وكنطحنوهم جيدا. نفس النتيجه، نخفقوا مزيان حتى نحصلوا على واحد القوام اللي تيكون كريمي وتيكون اللون ديالو ابيض. صافي هنا من بعد ما خدمت البيض جيدا مع السكر وحصلت على واحد القوام اللي تيكون ثقيل واللون ديالو ابيض كما كتشاهدوا معايا، كنبدا كنضيف الزيت النباتيه بالتدريج، وانا في نفس الوقت كنخدم الخليط. ونفس الطريقه غتستخدموها الا خدمتو في الخلاط ديال العصير، يعني وضعتوا المكونات في الخلاط ديال العصير كنضيفوا الزيت النباتيه كذلك بالتدريج، وفي الاخير كنضيف الحليب وتنخفق جيدا حتى تنحصل على واحد الخليط اللي تيكون القوام ديالو كما كتشاهدوا معايا، وتيكون السكر داب لينا في وسط الخليط. صافي كنحيد الطراب الكهربائي وغادي نخدمو فقط بالخلاط اليدوي او لا بشي سباتول او ملعقه خشبيه. كنوضع الدقيق في واحد المصفات وكنضيف ليه الخميره ديال الحلويات والكاكاو المر وتنغربلهم جيدا، وكنبدا كنضيفهم على الخليط وكنحرك في نفس الوقت بواسطه طراب يدوي. مهم هاد المرحله اننا ما نخدموش بالطراب الكهربائي باش نحصلوا على واحد الكيك اللي تيكون القوام ديالو رطب وتيكون هش من الداخل ديالو، وما نبالغوش في الخلط، فقط هي تندمج لينا المكونات صافي وكنحبسو. صافي كما كتشوفوا معايا هذا هو الخليط ديال الكيك اللي حصلنا عليه. غادي نجيب واحد القالب اللي القطر ديالو 24 سنتيم. انا عندي قالب بدون قاعده، فرشت ليه او غلفته بالبلاستيك الغذائي وفرشت ليه الورق ديال الطهي ودهنت ليه الجوانب ديالو من الداخل بالزبده كما كتشاهدوا معايا. نتوما تقدروا تستعملوا القالب اللي تيكون تيتفتح من الجانب، فمن الافضل انه نستعملوا شي قالب اللي تيكون تيتفتح، لان نفس القالب هو اللي غادي نوضعوا فيه حتى الكريمه من بعد ما كيطيب لينا الكيك. كندخلوا الكيك يطيب في الفرن على درجه حراره 170 درجه. كنشعلوا عليه فقط من الاسفل، وإلا كان عندكم المروحه كتشعلوا عليه من الفوق ومن الاسفل وكتخدموا المروحه. تياخذ تقريبا واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه على حسب الفرن ديالكم.
وهذا هو الشكل ديال الكيك من بعد ما خرجته من الفرن. انا كنزول ليه هذاك البلاستيك الغذائي كما كتشوفوا معايا من الاسفل، وغادي نخليه حتى تطيح ليه شويه الحراره ديالو. غادي نسقيه بالسيرو ديال القهوه. بالنسبه للسيرو ديال القهوه ما شاركتوش معكم في الفيديو، غادي نقول لكم شفويا، وغادي نخلي لكم المقادير ديالو مكتوبه في صندوق الوصف. بالنسبه لهذا السيرو ديال القهوه كنحتاجو فيه كاس ديال الماء مع نصف كاس من السكر مع ملعقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان. تنحطوهم في كاسرون وكنوضعوهم كيغليو حتى تتغلى لينا مزيان هذيك القهوه، ومن بعد كنسقيو بها الكيك ديالنا. كنسقيو الكيك كيكون بدا كيبرد شويه والقهوه كتكون بارده. اذا هنا من بعد ما سقيت الكيك غادي ندخلها مباشره للثلاجه حتى تبرد تماما. ضروري ان الكيك تبرد قبل ما ندوزو للمرحله الثانيه. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نحضر معكم طبقه ديال كريمه بالشوكولا اللي غادي نحتاجو فيها 150 غرام من سكر حبيبات، 50 غرام من نشا الذره، و25 غرام من الكاكاو المر. من الافضل ان الكاكاو يكون ذا نوعيه جيده باش نحصلوا على واحد الكريمه اللي تيكون المذاق ديالها زوين. وغادي نحتاجو كذلك 700 ملل من الحليب. كنخلطوا هاد المكونات جيدا بواسطه الطراب اليدوي، وتناخذوا الكاسرون كنديوها نحطوها فوق نار هادئه، وكنبقاو كنحركوا ما نغفلوش عليها. كنبقاو كنحركوا حتى تنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون كريمي، ما نتوقفوش على التحراك. وكما كتشوفوا معايا هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه، كيكون كريمي. صافي هنا من بعد ما زولت الكاسرونه من فوق البوطه كنضيف ليها 2 معالق كبار من الشوكولا ديال الدهن. اي نوع شوكولا عندكم ممكن تضيفوها، كما ممكن تعوضوها ب 50 غرام من الشوكولاته السوداء، غتحصلوا على مذاق افضل من اللي حصلت عليه انا فقط لان كانت ما متوفرش عندي فاستعملت الشوكولا ديال الدهن. وغادي نضيف كذلك 2 معالق ديال الزبده. من الافضل انكم تستعملوا زبده حيوانيه، ما يعادل 60 غرام من ديال الزبده. صافي هنا من بعد ما برد ليا الكيك مزيان، ضروري الكيك يكون بارد في هذه المرحله والكريمه تكون باقا سخونه، يعني كنفرغوها فوق الكيك وهي سخونه قبل ما كتجمد لينا، لان الا خليناها في الكاسرونه مده طويله غادي تجمد. صافي كنقاد لها كما كتلاحظوا معايا الوجه ديالها. صافي وغادي نغلفها بالبلاستيك الغذائي، وضروري البلاستيك يلامس الوجه ديال الكريمه باش ما تكونش عندنا واحد القشره. وغادي ندخلوها للثلاجه ونخليوها حتى تبرد تماما، وندوزو باش نحضروا الطبقه الاخيره اللي هي غاناش وشوكولا. اذا هنا غندوزو للطبقه الاخيره اللي هي غاناش وشوكولا. بالنسبه لهاد الطبقه غنحتاجو فيها 120 غرام من بديل الشوكولا، 100 غرام من الحليب، وملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وملعقه كبيره من الزبده. كنوضع القهوه مع الزبده على النار حتى تيغلي الحليب مزيان، ومن بعد كنضيف ليه الشوكولا كما كتشوفوا معايا، وتنحرك مزيان حتى تذوب ليا الشوكولا في الحليب. من بعد كنضيف ليها الملعقه ديال الزبده. واحد الملاحظه هنا، الا استعملتوا شوكولا ذات نوعيه جيده فما غتحتاجوش الملعقه ديال القهوه. انا هنا استعملت فقط بديل شوكولا باش نبقى في واحد الكيك اللي تيجي اقتصادي وسهل في متناول الجميع. لكن نتوما الا خدمتوا بشوكولا ذات نوعيه جيده فممكن تستغناو على القهوه سريعه الذوبان. كنخفقوا الخليط مزيان بالخلاط الكهربائي حتى تنحصلوا على واحد القوام كما كتشوفوا اللي كيكون منسجم. بالنسبه لكم الا ما عندكمش هذا الخلاط الكهربائي ممكن تخلطوا مزيان حتى تذوب لكم الزبده، وتصفيوه في شي مصفات باش نتخلصوا من اي شوائب ومن اي حبيبات كاينين في الخليط. صافي هنا خرجت الكاطو ديالي من المجمد كما كتشاهدوا. من بعد ما خليته مده ساعتين حتى جمدت لي ديك الطبقه الثانيه. دابا كنفرغ الكاناش وشوكولا اللي حضرت معكم. ومن الافضل ما تستعملوش سباتول، حركوا فقط هكا بيديكم باش يجينا داك السطح ديال او الوجه ديال الكاطو يجينا مستوي ويجينا ليس.
صافي دابا غادي ندخلو المجمد حتى يجمد تماما ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. صافي هنا من بعد ما جمد ليا الكاطو مزيان خليته مده ساعه في الثلاجه. دابا كنزول ليه الاطار كنحيدوه غير بحذر كما كتشوفوا معايا، وهذا هو الشكل ديالو. وهنا بالنسبه للتزيين غادي نزينو فقط بشوكولا فيرميسيل كما كتشاهدوا معايا باش يبقى الكيك او الكاطو في واحد الشكل اللي هو اقتصادي جدا. ممكن نتوما تزينوه باللوز ايفيلي او بكاوكاو مهرمش، انا فقط باش نبقى معكم في كاطو اقتصادي وسهل وفي متناول الجميع استعملت فقط شوكولا فيرميسيل كما كتشوفوا معايا، والحقه حتى هي كيجي المنظر راقي وزوين. هذا الكيك هذا ممكن تقدموه في اي مناسبه، ممكن تقدموه في عيد ميلاد، ممكن تقدموه في هكا كتحليه مورا الاكل في العراضات. الحقه شي حاجه اللي زوينه بزاف وراقيه والمذاق ديالو زوين، غيعجبكم وغيعجب وليداتكم حتى هما. كما كتشوفوا معايا نقطع لكم من واحد الجزء باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل كيجي كريمي. الا كنتو من عشاق الشوكولا فاكيد هذا الكاطو غينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وتجربوا هذا الكاطو وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. شكرا لكم، ملتقانا في فيديو قادم ان شاء الله.